عمرك كنت قاعد وسط صحابك كده، هزار ضحك اكل كل حاجة تمام، وفجأة حسيت كده باحساس ان انت مش موجود وسطهم، او بمعنى صح ان انت لو اختفيت دلوقتي محدش هياخد باله. الغريب ان الاحساس ده بقى منتشر جدا لدرجة تقرير من World Health Organization بتأكد ان الوحدة بقت ظاهرة عالمية، وان الانسان ممكن يحس بيها وهو وسط ناس كتير. يعني المشكلة مش في عدد الناس، المشكلة في احساس اعمق من كده بكتير. في الأول بس خلينا نعرف يعني إيه وحدة وإيه الفرق ما بينها وما بين التوحد. الوحدة هي إحساس إنك محدش فاهمك أو إنت لوحدك محدش معاك. ممكن تبقى وسط عيلتك وسط أصحابك حتى في علاقة، بس برضه تحس إنك لوحدك ومحدش فاهمك. ده اللي العلماء بيسموه perceived loneliness، يعني الوحدة اللي انت بتحس بيها ومحدش شايفها. المفهوم ده مذكور في أبحاث علم النفس الاجتماعي في American Physiological Association. أما التوحد هو مش مجرد إحساس، هو بيكون اضطراب نفسي نمائي، بيكون من الطفولة، وبيكون بيخلي الإنسان صعب التواصل اجتماعيا، وكمان بيخليه صعب إن هو يعبر عن مشاعره. والاسم العلمي للاضطراب ده هو Autism Spectrum Disorder. ليه بقى بعد كل ده بنحس بالوحدة؟ أول سبب هو العلاقات السطحية. ممكن تقعد مع ناس كتير وتهزر معاهم وكله ميت فل، بس مش كلهم قريبين منك. يعني مفيش حد، مش كل الناس هتقعد معاهم هتتكلم معاهم بجد أو بتشكي لهم أو أي حاجة. السبب التاني هي السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا اللي انت بتتفرج عليها من خلال دي ممكن تكون سبب في شعورك بالوحدة أو بالاكتئاب. يعني عشان في السوشيال ميديا انت بتشوف ناس مبسوطة، ناس بتسافر، ناس بتضحك، ناس كل يعني ميت فل، فانت بتحس ان انت الوحيد اللي زعلان، انت الوحيد اللي تعبان، انت الوحيد اللي كئيب. في دراسات من University of Pennsylvania بتثبت ان زيادة استخدام السوشيال ميديا ممكن يأثر بالسلب او بيأثر ان انت تحس بالاكتئاب او بالوحدة اكتر. ثالث سبب هو كتم المشاعر. يعني ممكن تكون زعلان ومضغوط ويعني مش طايق نفسك من الاخر، بس تقوم معلش يعني مش مهم، ومرة في مرة تلاقي نفسك لوحدك ومفيش حد يتكلم. أخطر حاجة يا عزيز في الوحدة هي إن الوحدة مش إحساس وحش وخلاص، الوحدة ممكن تأثر على نفسيتك وتركيزك وحتى صحتك. في دراسات قوية من جامعة هارفارد بتأكد إن العلاقات الاجتماعية القوية بتزود النشاط الصحي وبتزود التركيز وبتقلل من القلق، والعكس صحيح، الوحدة برضو ممكن تزود القلق وقلة التركيز والاكتئاب. مش لازم تبقى مكروه عشان تحس بالوحدة، ممكن تكون محبوب وممكن تكون ناجح وممكن تكون في ناس كتير حواليك، بس برضو حاسس انك لوحدك، وده شيء طبيعي جدا ومش معناه انك فيك مشكلة خالص. طب نعمل ايه بقى؟ بص، يعني حاول انت تبدأ، مش لازم تستنى حد، يعني عشان لو انت استنيت حد يكلمك انت مستحيل حد يكلمك، ما تستناش حد يكلمك. حاول تدور على واحد بس تكلمه بصدق، حاول تدور على واحد حاسس ان هو ممكن يبقى شبهك، مش لازم تكلم 10 مرة واحدة. عبر حتى لو بحاجة بسيطة، مش لازم تقول كل حاجة مرة واحدة. او ممكن تشتغل على نفسك عشان الوحدة بتقل لما يكون عندك هدف. ممكن تتعلم مهارة زي دي، ممكن تنزل جيم زي طبعا، ممكن تذاكر زي واضح، تقرأ كتاب علمي زيي، ممكن مثلا تقرأ رواية زي برضو. يعني في دراسات أثبتت إن حتى العبادات الدينية زي الصلاة في الجماعات ممكن تحسن من إحساس الوحدة، زي إن أنت تصلي جماعة في الكنيسة أو في المسجد. والوحدة بتقل تحت مسمى الانشغال الهادف، واللي هو لما يكون حياتك فيها هدف بتقل الوحدة. ده تحت مسمى العلم النفسي السلوكي. نصيحة مهمة جدا ليك، يعني لو انت عندك شوية طاقة شوية صحة كده، ممكن تصاحب اي حد انت حاسس ان هو لوحده ومش بيتكلم كتير، يعني دايما قاعد ساكت، حاول تهزر معاه مش عليه، ها. حتى الابتسامة او الضحك او الاي كونكت حتى ممكن تحسسه بالانتماء او تفرق معاه جامد. ما تتجاهلهوش، ما تهزرش عليه، ما تتريقش عليه، حاول تسأل عليه، تسأل عامل ايه هكذا. صدقني الكلام اللي انت بتقوله ليه ده، الابتسام، الاي كونكت، ان انت تسأل ليه ممكن تفرق اكتر من انت تتخيل. الوحدة احساس بس مش حكم عليك. ممكن تكون حاسس بالوحدة دلوقتي، بس مش لازم تفضل حاسس بالوحدة على طول. الوحدة مش حكم عليك او احساس انك مرفوض، بس اشارة بتبين لك انك لازم تفتح مجال انك تتكلم مع حد او تدي فرصة لنفسك انك تصاحب. جملة اخيرة ليك قبل ما الفيديو يخلص، انت دلوقتي ممكن تكون لوحدك، بس مش لازم تفضل كده على طول.
بس يعني لو الفيديو عجبك، واضح ان هو عجبك مادام وصلت لحد دلوقتي، يا ريت تشترك وتعمل لايك للقناة. It just feels so alone, tired, drained of putting a fake smile on for people, crying at night, wanting to feel happy, but I can't.